العيد على الابواب وكل سنه وانتم طيبين، ولازم بكل الاكلات الحلوه نكون مستعدين. النهارده معانا الخلاصه يا جماعه، ممبار العيد الخطير من غير افتكاسات كتير. زي ما انت شايفه كده بسم الله ما شاء الله، الطعم بجد خطير. فرحي ولادك واعملي لهم الممبار في البيت زي ما انت شايفه كده بسم الله ما شاء الله. الطعم بجد روعه والنتيجه في الاخر مضمونه وممتازه. شايفين الجمال والحلاوه، احسن من اكبر المطاعم زي ما انت شايفه كده بسم الله ما شاء الله. تعالوا بينا نشوف الطريقه. يلا نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول. اول حاجة هبتدي بيها اجيب حلة على النار زي ما انتم شايفين كده، واحط فيها شوية كده حلوين من الزيت. هنا بقى بعد ما اتأكدت ان المادة الدهنية بتاعتي سخنت كويس جدا جدا، هنزل هنا بقى بحوالي 4 بصلات كبار. هقلب بقى البصلة بتاعتي لحد ما تاخد لون كده اصفر كهرمان، اللي هو الاصفر الغامق مايل للغمقان. قلبي بقى البصلة بتاعتك وما تشيليش ايدك منها علشان كلها تبقى واخدة لون واحد. هنا بقى بعد ما البصله زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله بدات تاخد لون معانا وتدخل وتحمر زي ما انتم شايفين كده، حط عليها بقى معلقه كبيره من الكمون زي ما انتم شايفين كده، وادي معلقه من الكزبره الناشفه، نص معلقه من الفلفل الاسود، هحط حوالي نص معلقه من السبع بهارات، ونقلب بقى البهارات دي كلها مع البصله. هنا بقى بعد ما البصله بتاعتنا اخدت اللون الحلو اللي انتم شايفينه ده، انزل عليها بحوالي 2 كيلو من الطماطم. انا بحب الطماطم تبقى كتير عشان يبقى الخلطه بتاعتي تبقى حمراء وجميله كده. ممكن تحطي كيلو ونص لو انت عايزه، 2 الا ربع. عامه معاكي من كيلو ونص ل 2 كيلو زي ما انت عايزه بقى، ده حسب رغبتك انت وحسب طبعا الطماطم بتاعتك حمراء ولا ايه. شايفين بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هنا بقى الطماطم بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده غليت، حط لها كده معلقه ونص كبيره من الملح، وقلبيها بقى كويس جدا زي ما انت شايفه كده. وطبعا هتسيبيها تغلي على نار عاليه لمده ربع ساعه، وبعد الربع ساعه تهدي عليها خالص بقى لحد ما تتسبك خالص خالص وما يبقاش فيها ميه خالص زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله اهي. هغطيها بقى تتسبك براحتها خالص وتغلي، وبعد ما تغلي نشوفها مع بعض بقى شكلها عامل ازاي. جبت هنا بقى 2 كيلو من الممبار زي ما انتم شايفين كده، وابتديت افتح عليهم الميه الجاريه بالشكل ده كده، واحط الممبار في الحنفيه وابتدي انزل فيه الميه بالشكل القمر ده. وبعد كده اقلبه على الناحيه اللي بيبقى فيها دهون زي ما انتم شايفين كده، دي بخليها لجوه، بقوم قلبها تحت الميه كده بكل سهوله زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. هنا كانت الطماطم بتاعتي اتسبكت وخلصت بالشكل القمر ده، شايفين جميله قد ايه. غسلت حوالي بقى كيلو وربع رز لل2 كيلو ممبار. بعد ما بتحط لهم الطماطم والخضره بتاعتهم تزيد الكميه طبعا زي ما انت شايفه كده. قلبي بقى الطماطم مع الرز مع الخضره زي ما انت شايفه بسم الله ما شاء الله. التسبيكه بجد خطيره، عايزه اقول لكم ان التسبيكه دي تحفه وريحتها في منتهى الجمال. شايفين بسم الله ما شاء الله. قلبت بقى الطماطم كده مع الرز، وهضيف عليهم قرن فلفل رومي. عايزه اقول لكم بجد مقطعاه حتت كده، بجد بيفرق جدا جدا في الطعم، بيخلي ريحه الخلطه جباره. تقدري تضربيه في الخلاط مع الطماطم برضو، بيخلي ريحه الخلطه جميله بجد، بيبقى فظيع. زي ما انت شايفه كده بسم الله ما شاء الله. قطعته حتت صغيره وحطيته في الخلطه بتاعتي. عندي هنا ربطه من الشبت وربطه من الكزبره وربطه من البقدونس، غسلتهم ونضفتهم وقطعتهم كويس جدا. وهبتدي بقى اضيفهم على الخلطه بتاعتي ديت، وقلبي بقى التسبيكه بتاعتك. شايفين بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم ان ريحتها بجد في منتهى الجمال. هنا بقى الممبار بتاعنا كنت غسلته زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله، ونضفته كويس جدا وعصرت عليه ليمونه كبيره وصفيته. طبعا لازم تصفيه كويس جدا من الميه علشان ما ينزلش ميه على الخلطه بتاعتك وما يزفرش الرز بتاعك. شايفين بسم الله ما شاء الله في تحفه وفي منتهى الجمال، نضيف جدا جدا. وشايفين ابيض قد ايه، شايفين لازم تصفيه زي ما اتفقنا. وطبعا عصره الليمونه دي اساسي علشان تضمني ان الممبار بتاعك مفيش فيه اي روايح كريهه انت مش حباها.
تعالوا بينا بقى نحشي الممبار بتاعنا. بس عايزه اقول لكم ان احنا هنبقى بخلة شويه في الحشوه. يعني وانت بتحشي الممبار بتاعك هتخلي الممبار بتاعك مفيش فيه رز تقريبا، علشان الممبار بتاعك ما يفرقعش منك. يعني شايفين بسم الله ما شاء الله، انا حطيت خلطه الرز وبحاول افردها خالص بقدر الامكان ان انا ما احسش بيها في قلب الممبار اصلا، علشان ما يبقاش كتير في قلب الممبار يفرقع مني وكمان يبقى مكتوم. شايفين بسم الله ما شاء الله انا فرداه قد ايه؟ شايفين؟ تعالوا بينا بقى اقول لكم ازاي هنحشي الممبار. بجيب صباع كده وصباع كده زي ما انتم شايفين، بتمسكي طرف الممبار من ناحيه ده وطرف الممبار من ناحيه ده، وتبتدي بقى تزقي بصبعك الكبير بالشكل ده كده الخلطه في قلب الممبار. اسهل من كده بجد مفيش، ولا قمع بقى ولا اختراعات ولا اي كلام من ده خالص. عايزه اقول لكم بجد الطريقه دي سهله جدا جدا. لو قدامك 10 كيلو ممبار هتحشيهم بكل سهوله. شايفين؟ ابتديت افردهم بالشكل ده في قلب الممبار خالص. شايفين؟ وطبطبي بقى على الممبار كده وابتدي بقى نزلي الزواد اللي في الرز كلها. شايفين؟ يعتبر مفيش فيه خلطه خالص، ما تقلقيش. مجرد ما بينزل الميه الرز بيبقى ما شاء الله بيملى الممبار. شايفين بسم الله ما شاء الله كميه الدهون جميله قد ايه؟ شايفين؟ صباع من الطرف ده وصباع من الطرف ده، وزقي بقى بصباعك الكبير. شايفين بسم الله ما شاء الله؟ تلاقي الممبار اتملى معاكي في ثانيه. والله لو قدامك 10 كيلو عايزه اقول لكم ان الطريقه دي ما بتاخدش معايا وقت خالص، ما بحسش خالص بالممبار وانا بحشيه، ولا بزهق منه ولا كلام من ده خالص، لان في ثانيه بكون حشيته. وابتدي بقى افرده بقى في الممبار بالشكل القمر ده، واوزعه كويس جدا جدا بحيث يبقى مفرود زي ما اتفقنا، علشان مجرد ما بينزل الميه ما يفرقعش مني. هنا بقى عندي حله فيها 3/4 ميه، نزل بشرايح من الليمون والفلفل والبصل والطماطم زي ما انتم شايفين كده، وحبهان وورق لوري وقرفه عيدان، ومعلقه كبيره بابريكا، ومعلقه كبيره من القرفه، ومعلقه كبيره من الفلفل الاسمر، ومعلقتين كبار من الملح. وابتدي بقى اضيف الممبار بتاعي زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم ان هو مجرد ما بينزل الميه بيتنفخ كده وبيتملي. وعايزه اقول لكم ان هو كمان بيضمر، يعني مش هينزل الرز خالص، لان احنا كمان مش مكترين في الحشوه. زي ما انت شايفه كده مجرد ما بينزل الميه بتغطيه بقى كده، وبعد ما بتغطيه بتسيبيه يغلي شويه، وبعد ما بيغلي بتوطي عليه يستوي. عايزه اقول لكم ان هو ما اخدش نار خالص. تختبري الممبار ازاي ان هو استوى لما تطلعيه كده وتحطي فيه بوز المعلقه وتخرم معاكي بكل سهوله. شايفين اهو كده الممبار بتاعنا استوى خلاص، مفيش اسهل من كده. ابتدي بقى نشيليه من الشوربه، وطبعا اوعي تسيبيه. شايفين بسم الله ما شاء الله الشوربه بتاعتنا لا هي معكره ولا هي وحشه ولا اي كلام من ده خالص. نشيليه من الشوربه وما تسيبيش الممبار في الشوربه، علشان طبعا ما يشربش ميه وما يعجنش. وده غلط طبعا، الممبار بتاعك هيبوظ منك. بعد ما طلعته زي ما انتم شايفين كده هبتدي بقى احمر بالطلب. تقدري تحمري بقى بالطلب، طبعا مش هتحمريه كل مره واحده. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله اهي سهل جدا وبسيط. عايزه اقول لكم الطريقه دي مش هتاخد منك وقت خالص. ريحه الخلطه جميله وريحه الممبار جبار. شايفين بسم الله ما شاء الله؟ دلعي ولادك في العيد واعملوا لهم زي ما انت شايفه كده بسم الله ما شاء الله. اضحى سعيد وكل سنه وانتم طيبين. اعملي لاولادك الاكلات دي في البيت زي ما انت شايفه كده بسم الله ما شاء الله. دلعيهم هيفرحوا جدا بالنتيجه، والطعم بجد في الاخر روعه. عايزه اقول لكم ولا ان هو لا نزل مني رز ولا فكك مني ولا اي كلام من ده خالص. النتيجه بجد ممتازه. جربيه بالطريقه دي صدقيني هتعتمديها على طول. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه، وفعلي الجرس على كلمه الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.